يلا يا ليلى، عايزين نلعب بالبازل. يلا نخش انا وانتي الأوضة ونكون الشكل الجميل بالبازل. يلا يا ليلى، يلا يا ليلى. استنى بس يا ياسين، هنروح نلعب بالبازل. وازاي يا ياسين سايب نور الصالة متقاد كده يا ياسين؟ ازاي؟ والتلفزيون ده اما انت مش تتفرج عليه سايبه ليه يا ياسين؟ مش معقول كده. وكمان التابلت يا ياسين مش بيشحن، انت ليه بقى سايب الشحن في الفيشة يا ياسين؟ ما ينفعش كده يا ياسين. كده الملك بتاع النور كده هيزعل مننا ومش هيجينا تاني البيت. ملك النور ايه؟ ملك النور ايه يا ليلى؟ ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ما الدنيا كلها منورة ايه؟ ازاي يا ياسين؟ ده ماما بتقولي ان ملك النور عندنا في البيت، لما يمشي من البيت ويزعل هنقعد في الضلمة والنور هيروح من عندنا ومن عند ناس كتير ممكن محتاجة الكهرباء في حاجات مهمة، زي الدكتور اللي بيكشف على المرضى وبيعمل عمليات، وزي الأطفال البيبي الصغيرين بيبقوا في حاجة اسمها الحضانات، دول لو يروح عنهم الكهرباء ده ممكن يموتوا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ازاي يا ليلى؟ كل ده عشان سايب نور الصالة وسايب التلفزيون وفيش الشاحن؟ مش معقولة يا ليلى. لا يا ياسين، هو كده يا ياسين، لو انت ما طفتش الانوار يا ياسين هتفضل كده تسحب على الفاضي والكهرباء تقطع علينا لما تخلص. حبايبي الحلوين، شفت الحوار اللي ما بين ياسين وليلى؟ ليلى عندها حق جدا. اصل يا حبايبي الكهرباء دي عاملة زي ما تكون بطارية كبيرة، هي اللي بتدي الكهرباء للعالم كله. تصوروا بقى لو احنا بنسيب الفيشة بتاعت الشاحن محطوطة في الحيطة، وبنسيب التلفزيون متقاد محدش بيتفرج عليه، ونسيب النور بتاع الأوضة متقاد محدش بيستفيد بيه، ونسيب أي حاجة كده متقادة من غير لازمة كده، احنا بنخلص الطاقة الكبيرة دي اللي بتطلع من البطارية دي، وتيجي بقى الناس عشان تستعملها في المستشفيات وفي المدارس وفي الأماكن كلها وفي كل حتة وفي كل البيوت ما يلاقوش، والكهرباء تقطع وكده يا ولاد هيبقى خطر علينا كلنا. وبعدين الكهرباء دي نعمة من عند ربنا، لازم يا حبايبي الحلوين نحافظ عليها وما نهدرهاش في اي حاجة. هنرجع تاني على ليلى وياسين ونشوفهم وصلوا لايه. يا ليلى، لا يا ليلى، انا كده غلطان كده يا ليلى، الملك بتاع النور يزعل مني ومش هيجي تاني لو طفيت النور اللي ملوش لازمة وطفيت التلفزيون وانا مش بتفرج عليه وشلت الفيشة من الشاحن وعملت كل حاجة. انا كده هبقى بطل بحافظ على الطاقة، وانا عايزة ابقى بطل خارق. انا هشيلهم وهدي نور الصالة وما كنتش اعمل كده تاني. ياسين طفى التلفزيون، شال الفيشة بتاعت الشاحن من الحيطة، طفى نور الصالة، طفى اي نور ملهوش لازمة. من ساعتها يا ولاد عرف ان الكهرباء دي نعمة من عند ربنا، لازم نحافظ عليها، وان احنا ما حافظناش عليها هتروح مننا. ولو الكهرباء اتقطعت كده هنشوف ازاي وهنلعب ازاي ونذاكر دروسنا ازاي ونمتحن ازاي والدكتور يعمل العمليات ازاي والمصانع تشتغل ازاي، وكل حاجة هتعطل والبلد كلها هتقف وهتعطل. اتعلمنا ان احنا لازم نحافظ على الطاقة ونطفي الانوار اللي ملهاش لازمة، ولازم نعمل حاجة اسمها ترشيد استهلاك الكهرباء، يعني ما نقتش الكهرباء اللي ملهاش لازمة. وقابلكم في حكاية جديدة من حكايات ماما تونا.